موبايلات الشاومي رقم دي بتبقى اكتر موبايلات نظيفه عند شاومي، حاجه كده بريميوم قوي يعني، وبالذات بقى اول موبايل في السلسله دي اللي هو زي الشاومي 14 اللي معانا النهارده. موبايل بيقدم لك اعلى مواصفات موجوده في اي موبايل اندرويد دلوقتي، وبخامات بقى بريميوم وكل حاجه بريميوم كده، وباقل سعر في السلسله دي. مش هيكون غالي زي الالترا طبعا. ففيديو النهارده هقول لك على كل مميزات وعيوب الشاومي 14 الجديد، وهقول لك في اخر الفيديو سعره وازاي تقدر تشتريه باحسن سعر وكل حاجه. قبل ما نبدا في اي حاجه ما تنساش لايكك الجميل، ويلا بينا حالا نفتح العلبه ونشوف محتويات العلبه مع بعض. طبعا معانا علبه شاومي الكامله اللي هي ما بتتغيرش بقى على طول، جاي لك فيها كل اللي انت عايزه، خيارات الله. شركه كريمه قوي بقى فاهم، حاطين لك دبوسه سيم كاردز عادي. تفتح هنا كده هتلاقي عندك جراب من المطاط كده، ملمسه جامد جدا وبريميوم جدا، حاجه مصروف عليها فعلا يعني، مش جراب سيليكون شفاف بيصفر منك بعد فتره او حاجه. تلاقي معاك في العلبه كمان كابل الشحن، معاك راس شاحن 90 واط، سرعه شحن ممتاز، هي اكتر حاجه ممكنه باكتر معدل امان. فاهم انت حته بقى الناس اللي بيقول لك الشواحن السريعه جدا دي بتاثر على البطاريه وكده، 90 واط شاومي شايفه ان ده منطقي جدا من حيث الامان وسرعه الشحن. 90 واط على بطاريه بقى كام يا معلم؟ 4610. والله العظيم بجد ده رقم يعني الشركه معلناه يعني 4610. انا لما بسمع الارقام دي بيبقى عندي اسئله كتير قوي اسالها. معلش بقى ال10 دول بتوع ايه؟ فاهم انت؟ وال600 دول ليه مش 700 مثلا، ولا 600 لوحدهم 4600 مثلا؟ لا هو 4610 بمنتهى فاهم الثقه، احنا كاتبين لك الرقم بالظبط فاهم، ولا هو 600 ولا هو 700 ولا اي حاجه، لا هو 4610. بطاريه كويسه والله وبتكمل عادي اليوم وكل حاجه، بس احنا هنتكلم عنها في العيوب كده كده، لان مش منطقي يبقى الموبايل بالسمك ده، موبايل سمك وحجمه زي الموبايلات الطبيعيه، مش رفيع زياده عن اللزوم مثلا عشان كده قللوا البطاريه. لا انا ما اعرفش ليه البطاريه هنا مش 5000 بصراحه، ما عنديش ادنى فكره، وهنتكلم عن الجزئيه دي في اخر الفيديو كده كده. بس الشحن 90 واط ده بقى يشحن لك البطاريه من 0 ل 100% في 31 دقيقه بس، ده رقم ممتاز. تخيل موبايلك يبقى فاصل شحن كده يتشحن 100% في 31 دقيقه. ومش بس كده، لا خد بقى الميزه اللي بعد كده دي كمان، ان الموبايل هنا بيدعم شحن وايرلس 50 واط، سرعه شحن وايرلس اعلى من فلاج شيب سامسونج مثلا فاهم يعني. فلاج شيب سامسونج الاس 24 الترا ده بيشحن بالكابل 45 واط، ده وايرلس 50 واط من 0 ل 100% في 45 دقيقه وايرلس. تعالى بقى اكلمك عن خامات وتصميم الموبايل. هنا الشاومي 14 الجديد جاي بظهر من الازاز، اللون اللي معانا النهارده لون اسود قاتم برضو، اسود مط كده تماما، وتلمسه كده فاهم، اسمع معايا، هو مدهون طبقه ما انا ما اعرفش ايه هي، بس عشان تمنع البصمات تماما زي ما انت شايف كده، وفي نفس الوقت تديله ماسكه حلوه كده وناعمه في ايدك. ميكس جميل قوي، مش مخلي الموبايل ريفلكتيف ولا حاجه، مش عمال ينعكس كده زي الظهر الازاز العادي بتاع شاومي، لان اي موبايل بظهر اسود وازاز من شاومي بيبقى في الغالب بيعمل انعكاسات بقى وبصمات كتيره ومش عارف ايه. لا الموبايل ده هم يتفادوا فيه كل المشاكل دي اللي اتكلمت عنها في فيديوهات كتيره جدا عن موبايلات شاومي بجد اللي لونها اسود الازاز. هنا لا في طبقه كده مخليها مط لحد ما، ومعاك شكل الكاميرات المربعه اللي كان موجود في الجيل اللي فات عادي جدا زي ما هو. هم لقوا الناس عجبها الديزاين ده فقال لك خلاص ما نلعبش فيه يعني، مع ان انا ضد الحوار ده، انا بحب ان انت تطور وبتاع، بس قشطه هم يعني قال لك نحافظ على الديزاين ده سنه كمان. بقى عندك شكل المربع اللي فيه 3 كاميرات وفلاش، وهنا مكتوب عندك شركه لايكا، الكاميرات هنا جايه بتعاون مع لايكا، بجد كاميرات هنا ممتازه هنتكلم عنها كمان شويه، بجد مبهره. شاومي خلاص ولايكا لقوا نفسهم في الحته دي فاهم. وبس يا سيدي لوجو شاومي مكتوب هنا كده، وعندك حواف من المعدن بجد ساقعه كده وبريميوم في ايدك. بقول لك ايه، ملمس في حته ثانيه خالص، تحسك ماسك ايفون مثلا فاهم، تكاد تكون في حلاوه مسكه الايفون ويمكن احلى كمان والله يعني، حاسس انها ألذ يعني. من هنا عندك مدخل شحن التايب سي عادي جدا والسماعات ومدخل السيم كارد. بالمناسبه دي خليني اقول لك ان الموبايل هنا بيتركب له شريحتين اتصال، ودي ميزه كويسه جدا طبعا. انت لو هتشتري ايفون هيبقى معاك شريحه واحده بس، هنا انت معاك شريحتين عادي جدا، ودي مشكله انا بعاني منها في الايفون اصلا اللي معايا دايما على طول. وبعدين الحلو في الموبايل هنا ان حجمه مش كبير قوي، الشاشه هنا 6.36 انش. هنتكلم عن الجزء ده في العيوب برده في الاخر يعني، هتفهم وجهه نظري ايه هي، ولكن ده مخلي ماسكه الموبايل في ايدي ممتاز يعني، انا عارف استخدم الموبايل ده بايد واحده عادي جدا، وماسكه باحكام كده فاهم. الكيرفات حتى اللي في الظهر، خلي بالك الظهر هنا تحسه يعني ايه، عايز اقول لك انه قابب شويه، قابب كده ملفوف فاهم. الكيرف اللي في الظهر ده مع الحواف العريضه دي مديها ماسكه حلوه قوي للموبايل، ماسكه محكمه جدا، وحجمه زي ما قلت لك كده على قد الايد وبتاع وانت بتشتغل عليه، فبجد الحاجه دي يعني عارف انت هتحسها جدا مع الاستخدام، مش في الفيديو كده وانا بقولها لك. اتكلم بقى عن التحفه الفنيه دي. اول حاجه طبعا هتلاحظها هنا ان الحواف تكاد تكون مش موجوده يعني، خلاص بقى هم شاومي استغنت على الحواف في الموبايل ده، بجد ممتازه جدا الحته دي. موبايل شبه شاشه بس كده زي ما انت شايف، عندك هنا هول بانش في النص، ديزاين سيمتري جدا، كل الحواف قد بعض فوق تحت يمين شمال. الفكره بقى ان انت عندك هنا شاشه بريفريش ريت 120 هرتز، شاشه ناعمه جدا، وعايز اقول لك انها دايناميك يعني معاك من 1 لحد 120 هرتز عشان توفر معاك في البطاريه جدا. الحته اللي بتلعب عليها شاومي جدا في توفير البطاريه، مع الوان شاشه ممتازه. الشاشه هنا ال تي بي او اموليد، الوانها ممتازه جدا، بتدعم ال اتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن، ريزوليوشن عالي جدا بكثافه بكسلات 460 بكسل لكل انش. هتلاقي الشاشه حرفيا شارب جدا معاك، شايف فيها كل حاجه، حتى الشاشه هنا بيسموها الكريستال ريز اللي هو كريستال ريزوليوشن، هو حاجه شارب جدا مش مبكسله كده وناعمه فاهم. دي حاجه بجد ممتازه، والوان الشاشه نفسها هتعجبك قوي. شاشه الموبايل
الموبايل ده فعلا هتحفزك كده ان انت تتفرج على فيديوز اكتر وبتاع، تستخدم الموبايل اكتر من كتر ما تجربه الاستخدام نفسها حلوه، فاهم؟ وعلى فكره الشاشه هنا من الشاشات اللي بتحافظ على عينك مع الاستخدام الطويل، مش بتاثر عليها وكده، بفضل ان في ضوء ازرق اقل كتير جدا بيطلع من الشاشه دي، وفي نفس الوقت الشاشه هنا فليكر فري، الشاشه دي مع الاستخدام الطويل مش هتوجع عينك زي اي موبايل تاني المفروض موجود. وبما ان الشاشه هنا اموليد فالبصمه جايه تحت الشاشه، والبصمه الصاروخيه بتاعت شاومي عادي جدا مش فيها اي مشاكل خالص، هي بس ممكن تكون تحت شويه، انا حاسس كان ممكن تبقى فوق سيكا يعني، بس هي سريعه جدا مفيش فيها اي مشكله ولا بتعلق ولا اي حاجه. الواجهه بقى بتاعت الموبايل هنا عندك الهايبر او اس طبعا بتاعت شاومي، الواجهه السريعه اللي اتحسنت 180 درجه عن قبل كده بجد. الموبايل هنا خلاص صاروخ بقى، فاهم؟ خلاص شيل حته بقى ان ده موبايل من شاومي بقى، وانه ممكن يكون بيعلق مثلا او السوفت وير فيه مشكله او حاجه، بجد السوفت وير هنا على وضعه، حتى استغلال الامكانيات بتاعت الموبايل نفسها الموجوده هنا رهيب يعني. سوفت وير شكله بقى بروفيشنال قوي، سوفت وير هيعجبك فعلا في الاستخدام وناعم وسلس كده وما بيعلقش، فاهم؟ كل حاجه صاروخ في الموبايل ده فعلا، مفيش اي لحظه تعليق حتى ولا حاجه. بص كده تعالى مثلا نفتح يوتيوب، نقفل يوتيوب، افتح يوتيوب، اقفل يوتيوب، بص 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 السرعه اللي في الابلكيشنز في فتح وقفل الابلكيشن وبتاع، الدنيا صاروخ كده مفيش حاجه بتعلق معاك، فاهم؟ الفكره بقى في ايه بقى؟ سيبك من حته الهايبر او اس، بس انت معاك هنا اقوى معالج موجود في اي موبايل اندرويد، حتى ما حطلكش معالج قديم، لا الموبايل هنا فيه السناب دراجون 8 جن 3، اقوى معالج من شركه كوالكوم دلوقتي في اي موبايل اندرويد، فانت ما عندكش لحظه تضحيه عن اي موبايل تاني، واخد اعلى حاجه في كل حاجه، هتلاقي معاك اعلى اداء في استخدامك اليومي، السوشيال ميديا والحاجات دي. في نفس الوقت هنا في الالعاب الموبايل مأدي جدا، تعالى نلعب ببجي كده ونشوف الدنيا. ومش بس كده كمان يا معلم، انت معاك هنا سماعات ستيريو، صوت طالع من الناحيتين بقى، سامعه يمين وشمال وبتاع متجسم، وصوت عالي. اسمع معايا بقى. قبل ما ببجي تفتح طبعا دعني عايزين المشاهد اذكرك انك تعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، تعمل سبسكرايب لو مره تشوفني على يوتيوب وعايز تشوف فيديوهات من دي كتير، لان احنا خلاص داخلين على المليون، وفي جيف اويز كتيره جدا جايه الفتره الجايه. وعلى فكره في جيف اوي في الفيديو ده هنتكلم عنها في حته في الفيديو ما يعني، فاتقل معايا كده اتفرج على الفيديو كله عشان تعرف الجيف اوي تشارك فيها ازاي. الموبايل هنا بقى بيلعب على كل السيتنجز اللي انت عايزها، اتش دي ار وفريم ريت اكستريم عادي، الترا اتش دي ار ممكن تحملها عادي جدا ويلعب عليها، سموث و90 فريم الاوبشن موجود عادي جدا، معاك 90 فريم هنا وانت بتلعب، وده اللي هنلعب عليه دلوقتي اصلا عشان زي ما انت عارف الفريمات الكتيره دي تبقى احلى كتير قوي في اللعب. اتفرج بقى على تجربه لعب فلاج شيبس بجد يعني، مش هقول لك غير كده، ده مش موبايل بقى فئه متوسطه ولا فئه متوسطه مش عارف ايه، ده تجربه لعب فلاج شيب، فاهم؟ فرق السما من الارض بجد ما بين اي فلاج شيب مثلا بمعالج قوي زي السناب دراجون 8 جن 3 وما بين موبايلات الفئه المتوسطه مثلا او حاجه، هتلاقي فرق نعومه وسلاسه رهيب بجد. ادي اول كل، انا بجيب الكلايه لوحده، الموبايل بيجيب الكلايه لوحده، فاهم؟ استنى هجيب الكلايه دي. بص والله الموبايل يا جدعان مأدي جدا، بس ده جاب لي بالقوم على طول وداني. تجربه لعب فلاج شيب ما فيهاش هزار. خد تعالى، وانت كمان في واحد هنا تقريبا، انت كمان جنب صاحبك، يلا يا ابن اللذينه، معاه قوم وبيودي. لا يا حكيم، قتلته تاني قشطه جامد. بقول لك ايه، فيهاش كلام كتير بقى، الموبايل هنا يعني خلاص بيلعب على اي لعبه باعلى سيتنجز ممكنه، وبالنسبه له اللي هو كمل يا صاحبي عادي مفيش مشكله. والله بجد هو ده الشاومي 14 بادائه، معالج قوي جدا، سوفت وير ممتاز جدا هنا في الموبايل ده. عايز اقول لك كمان الموبايل هنا تبريده ممتاز، يعني انت عشان تحس بسخونه يعني ممكن تستنى بتاع ساعه لعبه او ساعه ونص عشان يبدا يسخن، في الغالب بيسخن من الجزء ده اكتر سيكه عن تحت يعني، قلت هقول لك على الملاحظه دي، بس عموما هو ما بيسخنش للدرجه اللي تخليك تقفل الموبايل بقى وتريحه والكلام ده، لا خالص، الموبايل هنا تبريده كويس زي الايفون فعلا. عايز اقول لك الايفون اسوأ منه في التبريد بكتير يعني، 15 برو او 14 برو اي حاجه يعني. طبعا عايزين المشاهد لو بتتفرج على الفيديو كده ممكن تتساءل ايه الساعه اللي انا لابسها في ايدي دي، وعايز اقول لك الساعه دي من شاومي لسه جديد، شاومي واتش اس 3، ساعه جامده جدا وشكلها شيك قوي زي ما انت شايف في الفيديو كده، حاجه بريميوم يعني والله. بقى بص جسم معدني سيلفر كده، في لون منها سيلفر اللي معانا النهارده ده، وفي لون اسود كمان جامد، ولكن انا حبيت السيلفر جدا الصراحه. عندك فيهم زرارين هنا كده، الشاشه حتى حجمها حلو، الشاشه الحواف بتاعتها هم محلينها بحته الحواف المعدنيه دي، هي اصلا فخامه بنت لذينه. شاشه الساعه هنا هي اموليد وجايه 1.43 انش، شاشه حجمها كبير، تعرض لك كونتنت كبير فعلا على الشاشه هنا. الشاشه بقى ايه، بص سموث كده وبتاع في الحركه، حتى مش بطيئه ولا حاجه، الدنيا سريعه جدا معاك، مودز الرياضه اللي انت عايزها، وانها تقيس لك بقى نبض قلبك والكلام ده كله، حتى كل الحاجات الطبيه موجوده هنا في الساعه عادي جدا. طبعا كل السنسورز موجوده هنا ورا في الساعه، بجد خامتها نظيفه، شكلها حلو، شكلها روش شبابي جدا. واجمد حاجه في ساعات شاومي هي البطاريه، بطاريه الساعه دي تقعد معاك لحد 15 يوم استخدام. ايوه انت سمعت صح، 15 يوم من غير ما تشحنها. لو انت مسافر بقى رايح مش عارف طالع حته بتاع، مسافر 5 6 ايام في اي حته، انت مش
هتحتاج الشاحن معاك، عكس لو جبت مثلا ساعه من ابل او حاجه كده كده هتاخد الشاحن معاك لانها بتقعد يوم واحد او اقل من يوم كمان. انما هنا الساعه دي يا معلم تقعد معاك 15 يوم عادي جدا، مش فيها اي تضحيه خالص، تشتغل على الايفون وعلى الاندرويد عادي جدا، مفيش فيها اي تضحيه فعلا. شاشه الوانها حتى ممتازه جدا، وطبعا بتتراك بقى النوم بتاعك والاسترس بتاعك والحاجات دي كلها، وسعرها اقل بكتير من ساعات ابل فوق ما تتخيل. يعني سعر الساعه دي رسمي 549 درهم، يعني حوالي 150 دولار فقط لا غير، مش اكتر من كده. وعلى فكره متوفره في اغلب الدول العربيه، هتلاقيها في الامارات، السعوديه، في مصر، في العراق، في اغلب الدول عادي موجوده، فتقدر تشتريها عادي جدا. موجوده دلوقتي، شكلها حلو جدا الصراحه. انا شخصيا بقيت استخدمها عشان شكلها اروش، وحته البطاريه دي ما بتفصلش مني، في الغالب هتلاقيها معايا على طول من كتر ما هي شكلها لذيذه. الفكره بقى في الموبايل ده شاومي حاولت تحقق التكامل بجد والله. فكره ان هم اهتموا بكل حاجه، الخامات، التصميم، الشاشه الممتازه، مدين لك اقوى معالج موجود في اي موبايل اندرويد. لا وكمان الكاميرا هنا كان عليها اهتمام كبير جدا من الشركه. زي ما قلت لك الكاميرا هنا جايه بمساعده شركه لايكا، تعاون بين الشركتين مستمر بقاله سنين، والنتائج اللي تطلع من الكاميرات دي مرعبه فعلا. الاول كده خليني اقول لك شويه مواصفات روشه في الكاميرا دي. الكاميرا الرئيسيه هنا جايه بسنسور جديد من شاومي، لايت فيوجن 900. السنسور ده سنسور كبير، سنسور يستوعب كميه اضاءه اكبر، وبالتالي صور ممتازه سواء في الاضاءه الليليه او في اي اضاءه يعني عموما تستخدموا فيها. العدسات الموجوده هنا اقل ما يقال عليها هي عدسات اسطوريه بجد، يعني سواء العدسات نفسها بتاعت الكاميرات او السنسورز نفسها الموجوده في الكاميرا هنا، بجد شاومي مستخدمه اكتر حاجه ممكن تطلع بيها الصور ممتازه فعلا. الكاميرا الرئيسيه هنا 50 ميجا بكسل، فتحه العدسه بتاعتها اف 1.6، فتحه العدسه دي واسعه جدا يا جماعه، بجد هتديك تجربه في الاضاءه الليليه ممتازه. وعندك كاميرا ثانيه تيلي فوتو 50 ميجا بكسل، فتحه العدسه بتاعتها اف 2.0، وكاميرا ثالثه الترا وايد 50 ميجا بكسل. الثلاث كاميرات ممتازين في كل ظروف الاضاءه بجد. كاميرا بتطلع صور ممتازه معاك، صور شارب، صور الوانها حلوه جدا. عارف تجربه الصور بتاعت الفلاش، مفيش بقى، انت مش مستني حاجه اقل من كده فعلا، انت واخد اعلى كواليتي ممكنه ممكن تحصل عليها من اي موبايل فلاج شيب. بس خليه واضح معاك، هي مش زي الاس 24 الترا مثلا، او زي الايفون 15 برو، لان سعره مش زيهم، فاهم، هو اقل منهم كده كده. بس الفكره ان انت هنا معاك الصور اللي انت تقدر تعتمد عليها جدا، صور ممتازه وحتى في ظروف الاضاءه الضعيفه. الكاميرا الخلفيه هنا بتصور فيديوهات لحد 4K 30 فريم في الثانيه، و1080 60 فريم عادي جدا، وبجد تجربه الفيديوهات هنا في حته ثانيه. في ستابلايزيشن هنا معمول في الكاميرات حلو جدا، عشان الكاميرا تبقى مش بتتهز معاك وانت بتتحرك وكده. ودي كواليتي تصوير فيديو 4K 30 فريم في الثانيه بالكاميرا الخلفيه للموبايل. عايزك تكرر بقى معايا، احكم كده. بص انا هقعد ازوم وارجع من الزوم، ده بيزوم لحد 5 وحاجات كده، ماشي جامد. شايف الوان الفيديو حلوه الصراحه جدا، الوان الفيديو ممتازه، ثبات الفيديو اصلا في ثبات ابن لذينه موجود في الفيديو. وعندك هنا اضافه بتاعت شركه لايكا بقى اللي تبقى موجوده هنا، المودين التصوير بتوعهم اللي هي اللايكا اوثنتيك واللايكا فايبرنت، مودين تصوير تختار ما بينهم. اللايكا فايبرنت ده اللي هو بقى بيشبع الالوان كده ويديها لوك كده، ايه، تحس الالوان زاهيه كده في الصوره، فاهم. والاوثنتيك ده بقى اللي هو الالوان الهاديه الراسيه الكلاسيكيه شويه، وانت هتجربها كده كده وتختار بنفسك الانسب ليك. انا عموما كحكيم حبيت الفايبرنت اكتر، بحس ان هو ألذ في الصور يعني. بالنسبه بقى للكاميرا السيلفي، فانت عندك كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل، فتحه العدسه بتاعتها اف 2.0، كاميرا سيلفي ممتازه بجد يعني. هي طبعا مش فتحه العدسه الكبيره جدا او الواو جدا، ولكن السيلفي هنا ممتاز سواء في ظروف اضاءه قويه او ضعيفه. السكين تون بتاعتك مظبوطه، سيلفي نظيف، مطلعك حلو، مطلعك شكلك كويس من غير بيوتي مود ولا حاجه، ولكن انت الصوره نظيفه طالع فيها حلو والى حد ما واقعيه جدا، فاهم. الوان الصوره حتى هتعجبك جدا، الصور اللي قدامك انت شايفها كده كده. انا ما عنديش اي مشكله خالص مع الكاميرا دي، واحده من الكاميرات المفضله بالنسبه لي، سواء كاميرا خلفيه او اماميه. وانت لو اهتمامك الكاميرا في الموبايلات اللي بتجيبها، فاظن الكاميرا هنا هتشبع رغبتك جدا، انت هتتبسط بيها. فكره الكاميرا السيلفي هنا برده بتصور فيديوهات لحد 4K 30 فريم في الثانيه. لو بتعمل محتوى على يوتيوب او اي منصه سوشيال ميديا فهيبقى مأدي معاك جدا، مش محتاج تشتري كاميرا بروفيشنال يعني، الموبايل بتاعك هيأدي الغرض. ودي كواليتي تصوير فيديو 4K 30 فريم في الثانيه بالكاميرا الاماميه للموبايل، وانا شايف بجد نتائج مبهره يعني. انا منبهر اصلا والله ان شاومي عامله حاجه زي كده. طبعا انا عارف ان في وشه حواليا كتير يعني، مش عارف بقى تعرف اصلا تميز الصوت ولا لا، بس في وشه حواليا. شوف برضه فيها صوت الميكروفون، هيقدر ان هو يعزل الصوت ده ولا لا، بس هو صعب فعلا، سيناريو صعب. وانا حاسس ان في ثبات موجود، في ستابلايزيشن موجود في الفيديو. الوان الفيديو نفسها كويسه انا شايف يعني. كنترول الاضاءه حتى كويس قوي، مش عارف هو في تعديلات النهارده في المدار بس قشطه يعني. بس انا شايف ان الريزوليوشن كويس قوي، ينفع جدا للسوشيال ميديا لو بتنزل فيديوهات على يوتيوب مثلا او حاجه. بس يا جدعان اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات دلوقتي. بص عايزين المشاهد، فيديو زي ده مش هيفوتني من غير جيف اواي. وايوه في جيف اواي فيديو النهارده على سماعه وايرلس، هتروح لحد من اللي بيتفرجوا على الفيديو دلوقتي حالا. ده كل اللي عليك انك هتشوف شكل النجمه ده هيظهر في الفيديو 6 مرات. كل اللي هتعمله انك هتنزل تحت في كومنت تكتب لي تقول لي كل نجمه من دول ظهرت في الدقيقه كذا الثانيه كذا، يعني النجمه الاولى ظهرت في الدقيقه كذا الثانيه كذا، النجمه الثانيه الدقيقه كذا الثانيه كذا، وهكذا كل النجوم السته. هتكتبهم في كومنت وتعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه لو لسه مش عامل سبسكرايب، وتدوس على زرار الجرس بتاع السبسكرايب ده. وبعد اقل من 10 ايام من نزول الفيديو ده هطلع لايف هنا على يوتيوب مش على اي منصه ثانيه، واسحب واحد من الجوابين صح في الكومنتات راندوم جدا في لايف فيديو، واللي هيكسب هتاكد انه عامل لايك للفيديو وعامل سبسكرايب للقناه. وتاكد دايما من التوقيتات اللي انت بتكتبها بتاعت النجوم، عشان في ناس بتكتب غلط وفي ناس بتمشي عليهم فتبقى غلطان وبتاع، يعني تخيل تتسحب في اللايف وتطلع مجاوب غلط، فمش حلوه يعني. بص يا سيدي، يا رب كل الناس تكسب كده كده، احنا بنعمل جيف اويز كتيره ما تقلقوش، فانت لو ما كسبتش في الجيف اوي دي ممكن تكسب اللي بعدها او ايا يكن. وبس خلينا نكمل باقي الفيديو. ميزه قويه جدا في الموبايل ده بقى هو انه ضد الماء والاتربه بريت IP 68. ايوه
هيبقى موبايل فيه معيار امان عادي جدا، مش فلاج شيب، ارخص منهم عادي جدا، وهنتكلم على سعره دلوقتي. الفكره بقى ايه؟ ان النسخه المتوفره منه 12 جيجا بايت رامات و512 ذاكره داخليه، نص تيرا، دي النسخه المتوفره منه، ودي حاجه بجد ممتازه جدا. انت مش محتاج تركب ميموري كارد ولا حاجه، الموبايل حتى هيأدي معاك جدا في الحته دي، يعني تصور فيديوز اللي انت عايزها، تحمل الالعاب اللي انت عايزها، كل الحاجات كده زي ما انت عايز، والذاكره مستحيل تخلص منك بجد بسهوله. نص تيرا ده رقم كبير جدا يعني. الالوان المتوفره من الموبايل ده المفروض اللون الاسود اللي معانا النهارده، والاول مره اللون الاسود يعجبني عشان زي ما قلت لك فيهوش انعكاسات وبتاع، اسود مط كده مطفي، ولون اخضر شكله جامد جدا، والمفروض ان هيبقى فيه لون ابيض بس مش عارف ينزل في الوطن العربي ولا لا. انا في رايي الثلاثه جامدين قوي الصراحه. انا اول مره يعجبني زي ما قلت لك لون الاسود كمان، فمش عايز اقول لك لا وحش، هو حلو جدا وشيك، شكله كده الشياكه في ايدك، فاهم؟ سعره كام يا عم حكيم؟ هندفع كام من الاخر في الموبايل ده؟ بص يا سيدي، سعر النسخه ال 12512 من الموبايل ده في الوطن العربي هتكون 3299 درهم، يعني حوالي 900 دولار. وده رقم هو كبير لان ده يعتبر زي ما قلت لك فلاج شيب، ولكن هو مش بنفس سعر الفلاج شيب. يعني انت لو بتقارنه مثلا بالاس 24 الترا او بايفون 15 برو ماكس او كده، فالموبايل ده اقل منهم في السعر مثلا بتاع 200 300 دولار اقل حاجه. انت اولى بيهم لو انت كنت ناوي تجيب فلاج شيب ولقيت موبايل حرفيا بيأدي نفس الخدمات بتاعتهم، يمكن احسن منهم في حاجات كتيره جدا، كسرعه شحن مثلا هو اسرع منهم كلهم، فاهم؟ وفي نفس الوقت هو ارخص منهم في السعر، ودي ميزه قويه جدا. انت اولى بالفلوس دي، وبعدين معاك محتويات علبه كامله، هم مش معاهم محتويات علبه كامله، دي حاجه ثانيه. يعني الموبايلات اللي ب 1200 دولار دي سواء الاس 24 الترا او ايفون 15 برو ماكس مثلا، الموبايلات دي انت هتشتريها ب 1200 دولار وهتزود عليها مثلا 100 دولار ولا حاجه، هتصرف عليهم بقى جراب وسكرينه وهتجيب لهم شاحن بقى وكابلات ومش عارف ايه، يعني هتصرف عليهم. انما هنا انت معاك كل حاجه في علبه الموبايل عادي. الموبايل ده هيكون متوفر من يوم 1 مارس في الوطن العربي عادي جدا، الامارات موجود بشكل رسمي. طيب اتكلمنا عن مميزات الموبايل، تعالى بقى اقول لك على كام عيب كده انا شايف ان هو ممكن يضايقوك لو جبت الموبايل. زي ما قلت لك الجانب ده لازم اقول لك الجانب الثاني. بص يا سيدي، اول حاجه كده ان الموبايل ده زي ما قلت لك شاشته 6 و36 من 100 انش، مش الحجم الكبير، حجم البرو ماكس يعني، فاهم؟ انا بالنسبه لي كحكيم مثلا ده الحجم المفضل بصراحه للموبايلات. فكره ان انا اعرف استخدم الموبايل بايد واحده دي مهمه جدا بالنسبه لي، وعشان كده حتى موبايلي الشخصي 15 برو، فاهم؟ فانا بالنسبه لي ده ممتاز جدا. بس بالنسبه لاي حد بيحب الشاشات الكبيره، لا الموبايل ده هيبقى بالنسبه له صغير، فدي برده نقطه ممكن تاخد بالك منها قبل ما تشتري موبايل. الحاجه الثانيه بقى هي بطاريه الموبايل ال 4610 ملي امبير دي، بالنسبه لي ده رقم مش مقبول. يعني زي ما قلت لك في اول فيديو، انت الحجم بتاعك زي الموبايلات الطبيعيه، سمك الموبايل هنا 8.2 ملي، هو نورمال جدا بالنسبه للموبايلات الثانيه، فليه قللته في البطاريه؟ انا مش عارف، حاطين بطاريه 5000 ليه؟ يعني كنت اتمنى على الاقل الموبايل ده يبقى 5000 ملي امبير، دي نقطه لازم تاخدها في الحسبان، دي مش اعلى بطاريه في السعر بتاعه. الحاجه الثالثه بقى ان الموبايل هنا ما فيهوش مدخل 3.5 ملي للسماعه، فهتقضيها بقى سماعات وايرلس او كونفرترات وحاجات من دي. بس يا جدعان دول تقريبا كل العيوب بتاعت الموبايل. يعني عايز اقول لك هو يعتبر ملوش عيوب يعني، بس هي الحاجات البسيطه اللي ممكن تاخد بالك منها قبل ما تشتري الموبايل. فعلا الموبايل هنا يعتبر متكامل ابن لذينه. شاومي مبدعه جدا في فئه الشاومي رقم دي الصراحه، مش بتاثر في اي حاجه سواء خامات سواء اي حاجه، مدين لك اعلى حاجه في كل حاجه فعلا وباقل سعر يقدروا عليه، فاهم؟ ما هو برده مش فرقه كبير عن الفلاج شيب، فان يحطوا لك ب 900 دولار انا شايفه سعر كويس جدا. وكده كده موبايلات شاومي بترخص بعد الاطلاق الرسمي بشويه، فالموبايل ده اكيد سعره هينزل كمان عن كده. ده كان رايي في الشاومي 14 الجديد، مستني اعرف رايك كده تحت في الكومنتس دلوقتي حالا. انتوا عارفين انا بقرا كل الكومنتس وبرد عليها. بس كده عارف معاكم، تشوفوا لايك شير سبسكرايب كبير، والكم اخر فيديو جديد. بيس.